اكتشفت المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات أن الحزب المسلح يوشك على خسارة شبكة الدعم الأساسية له إذا ما استمر في استراتيجيته الراهنة في سوريا. ويذكر التقرير أن الحزب أرسل ميليشياته إلى سوريا عام 2013 لينقذ نفسه بالدرجة الأولى، فلو انهار نظام الأسد أو هزم لواجهت ميليشيات حزب الله خلفا معاديا في دمشق وخسرت طريق السلاح الأساسية لها من إيران. ويضيف التقرير أن هدف حزب الله الأساسي بالحفاظ على النظام قد تحقق، لكنه يتخبط في الحرب التي لم تنتهي حتى اليوم. كما أن اللهجة الطائفية التي يستخدمها حزب الله خلال الحرب في سوريا سببت ضررا كبيرا لسمعته. فالتقرير يفيد بأن الحزب يصور نفسه اليوم قوة إقليمية كبرى تمتد عبر الحدود، بعدما كان معروفا بتمركزه في لبنان وانحصار حركته بمقاومة إسرائيل. وفي التقرير أيضا تقلصت شعبية حزب الله التي بنيت سابقا إثر مواجهته إسرائيل، وأصبح ميليشيات طائفية شيعية، وفي بعض مناطق سوريا يراه الناس محتلا. وقال الباحثون أيضا في منظمة المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات إن الانضباط والروح المعنوية لدى مقاتلي حزب الله على الجبهات مهددان، وينقلون عن مقاتل سابق في الحزب شارك في معارك ضد إسرائيل أن المقاتلين في سوريا أقل التزاما وأقل انضباطا.